على نوال الزغبي، يعني دي اول حضور ليكي النهارده في الحلقه قلعه صلاح الدين، مكان تاريخي واثري. انت بقى بتقولي ايه للمصريين النهارده وهم كلهم جايين عشان خاطر نوال الزغبي؟ هن بيعرفوا انه محبتي لهم نقط الوسط كثير كبيره. نجاحي بهالبلد تاريخي ما حانساه بكل حياتي، و يعني انا دائما بقول لهم النجاح بمصر غير. ستات كتير بيسالوا ايه سر جمال نوال الزغبي؟ كل ما تكبر تحلى. بصي الجمال من جوا هو اللي بيعطيني جمال الخارجي. يعني انا مرة متفائلة، بحب الحياة، بوزيتيف، ما بحب الزعل، ما بحب الناس اللي بتبقى مكشرة على طول ومبلمة تقولوا شفت اغنيه حفله بقت نشيد رسمي كل الستات دلوقتي. طبعا اكيد انا مع المرأة. كنت متوقع انك هتجيب الاغنيه ده اول ما سمعتيها؟ بص لما سمعت الغنية لقيت انه الموضوع كثير جديد وموضوع بيعني لي كثير لانه بيشبهني كثير، ودائما بقول لاصحابي هيدا الكلام اللي انا عم بقوله، ودائما بكتبوا على تويتر نفس الكلام التويت على تويتر لحتى البنات ما يخلوا حدا يسيطر على مشاعرهم ويضعفوا، لانه الحياه حلوه كثير، الحياه ما بتستاهل. ازاي مع المشاهير وهم بيغنوا اغنيه اتبسطت جدا طبعا. نوال الزغبي دايما بتجدد في اغانيها حسب كل مرحله، وكل مرحله لها اغانيها الخاصه بيها طبعا، اللي بتمتع بها جمهورها واللي بتتناسب كل مرحله عصريه. طبعا. التوليفه دي بقى نوال الزغبي بتعملها ازاي؟ يعني كل سنه بتجدد بقى، كل سنه جديده، بالاضافه ان انت متمكنه من ادواتك طول الوقت. لانه دايما بقول لهم انا الفن عندي بعده هوايه، يعني اوكي مهنه بس هي هوايه. انا بستمتع انا وعم بختار اغنيه، بستمتع انا وعم بشتغل بتنقية الكلام، بتنقية اللحن، حتى الميوزك لما بيشتغلوها في الاستوديو ببقى مستمتعه بيها. الساحة الفنية فيها عدد كبير من المغنيين المنافسين لنوال الزغبي، وتظل نوال الزغبي لها مكانتها الخاصة الحمد لله. الجمهور العربي والجمهور العربي. الأغاني الجديدة ظهرت على الساحة زي أغاني المهرجانات وكده. نوال الزغبي بتستقبل أغاني المهرجانات ازاي وبتشوفها ازاي؟ والله انا بقول لهم مثلا اوكي مهرجانات وبحب المهرجان وما بحبش المهرجان، بس فاجأت انه انا في اغنيه من المهرجانات بحبها قوي.